بعد 10 سنين من الغربة من الصعب إن الواحد يعرف يعني إيه وطن. أنا بعدت عن مصر وأنا عندي 16 سنة، وأي حد سافر فترة طويلة عارف إن في تغيرات بتحصل مع السفر. نظرتك للدنيا بتتغير. اللي مجتمعك كان بيقولهولك إن هو صح عند مجتمع تاني ممكن يكون غلط، واللي مجتمعك كانوا بيقولوا غلط هتلاقيه عند ناس تانية صح. فبتسأل نفسك إيه الصح وإيه الغلط. أنا فاكر لما رجعت مصر أول مرة بعد السفر كنت حاسس إن أنا مش في البيت. لا أنا كنت حاسس إن أنا في البيت في بلدي، ولا كنت حاسس إن أنا في البيت في الغربة. والشعور ده زاد مع الوقت، خصوصا لما قدرتش إن أنا أزور مصر لسنين كتير ورا بعض، من أول 2019 ولحد 2024. ويمكن ده اللي خلاني إن أنا أقع في الفخ أسهل لما اتسرق مني الفلوس في المكسيك. كنت بحاول أدور على ناس أحس في وسطهم إن أنا عندي عيلة وبيت. لما مصر أعلنت عن التسوية والغرامة اللي ممكن تدفع علشان تسوي موقفك من الخدمة العسكرية، حسيت إن دي فرصة إن أنا أرجع مصر بعد سنين كتير. فدفعت الفلوس بتاعت التسوية، وكنت منتظر ورقة التصريح اللي تسمح لي إن أنا أدخل وأخرج من البلد من غير مشاكل، واستلمتها من القنصلية المصرية في لوس أنجلوس زي ما شفتوا في الحلقة اللي فاتت. بس حصلت كذا حاجة خلتني إن أنا أأجل السفر بتاعي. الفيديو اتشال من عندي على القناة من غير سبب واضح. كنت حاسس بكمية من التوهم، والناس فضلت تنصحني ان انا اجل سفري لحد شهر 2 بعد ما الانتخابات تخلص في مصر. بس انا كنت حاسس ان انا عايز ارجع. ده لسه حالا اخدت الورقة بتاعة التسوية وبقى موقفي سليم من الجيش. بعد 5 سنين اقدر ان انا انزل. كان بقالي فترة بتنقل من مكان للتاني، كنت بنام في الكرفان بتاعتي او بيوت صحابي. كنت حاسس ان انا عايز استقر. بس بعد تفكير طويل، وخصوصا بعد ما الفيديو اتحذف زي ما شفت في الحلقة اللي فاتت، قررت ان انا اخد الطريق الاسلم واجلت السفر لحد شهر 2. هأجل التذكرة يعني وإن شاء الله أشوفك في أقرب فرصة بإذن الله، ونحضر رمضان سوا يعني. أرجو يعني ما تحصلش حاجة في أي حاجة خالص. دلوقتي زي فبراير. أنت وحشني جدا، نفسي أقعد أتكلم معاك 5 سنين. أنت وحشتي جدا برضه، نفسي أطلع معاك طلعة نروح دهب سوا ولا حاجة يعني، فاهم؟ يعني حتة ما رحناش قبل كده. نروح سيوة. ماما من زمان أوي نفسها تروح سيوة. ماشي يا حبيبي، تصبحوا على خير. وأنت من على يبقى طمني عليك أول بأول. وأنت كمان طمنا عليك أول بأول. بس بعد ما أجلت السفر كان في مشكلة. تكاليف المعيشة في أمريكا هتحتاج إن أنا يكون عندي دخل، لأن الإيجار بس كان كفيل إن يخلص الفلوس اللي اتبقت معايا. أنا كنت عارف هكون فين في شهر أكتوبر، لسه كنت هبقى قاعد عند صاحبي، وكنتش عارف هعمل ايه في ديسمبر وفي يناير. المناظر اللي كنت شايفها على تليفوني للي بيحصل هناك كانت مخلياني في حالة من الانفعال العصبي، وكانت مأثرة عليا بشكل كبير. فكل مرة كنت بشوف مبدأ سليم بفتكر المباني هناك وهي بتتحطم. بدأت أحس قد ايه العالم ده ظالم. البيوت هنا كانت مستقرة في ظل ما البيوت هناك بتتدمر. كل مشهد كان كويس هنا كان له نقيض من الظلم هناك. كنت فاكر إن الناس كلها حاسة بكده، ولكن كنت بتفاجأ إن الناس عايشة حياتها عادي. صراحة أنا مش عارف أنام والله ما نمتش. ما نمتش. في الفترة دي كنت بدأت إن أنا أتكلم مع مدير سابق ليا في مايكروسوفت. كنت أفكر إن أنا أرجع تاني أشتغل عندهم، ولكن كلامي مع مديري أكد لي إن كويس إن أنا سبت الشركة دي. كتير من الناس في الشركة كانوا بيدعموا اللي بيحصل ده، وساعتها قررت إن أنا عمري ما هحاول إن أنا أرجع تاني. They're not gonna let go of their own land. People still pass on their keys from one generation to another for the day of return. Why are the other countries not helping? Jordan, Egypt, Because Lebanon, all those countries are nearby. Why are they not helping? فكل حد بيسألني هو أنت ما بتفكرش ترجع مايكروسوفت؟ الإجابة لا، أنا مش ندمان على القرار اللي أنا أخدته. ياش صاحبي اللي كنت قاعد في شقته كان هيرجع آخر الشهر، فكنت محتاج إن أنا ألاقي مكان تاني. وبالصدفة كولن اللي أنا بنيت معاه المكعب في الحلقة 7 بعتلي إن كان في مشروع جديد مع الناس اللي اشتروا الكيوب في سان فرانسيسكو، إن في أوضة فاضية في البيت اللي هو عايش فيه أجابي، البيت اللي كان فيه الهاكاثون. أجابي بيت سيلكتيف جدا، وعشان تدخلوا محتاجين إن هم يعملوا لك انترفيوهات، والبروسس دي في الطبيعي ممكن تاخد 3 شهور، لكن كولن أقنعهم إن أنا أقعد لحد نص شهر يناير. طيب أنا لسه واصل ده المكان اللي أنا هكون فيه الشهر ده. أشعر بالحماس رغم إن أنا مش عايز أعيش في أمريكا خالص دلوقتي، بس يعني المكان ده أعتقد إن هو ممكن يكون فتحة خير. كلمة أجابي معناها أخلص أنواع الحب، وفعلا المكان ده كان اسم على مسمى. أجابي ده عبارة عن communal house فيه 12 أوضة،
اتبنى سنة 1881 وله تاريخ طويل مش هحكيه كله، ولكن في سنة 2012 جاستن روسنستاين اللي اخترع اللايك بوتن بتاع فيسبوك قرر هو وشوية من صحابه ان هم يعيشوا سوا واجروا البيت ده، وبعدها ب 11 سنة جه الدور ان انا اعيش هناك. بدأت ان انا اعيش في اجابي. كنت عايش في الدور الثالث، والأول مرة بعد فترة طويلة كان عندي أوضة وسرير. معظم الناس في أجابي عندهم مواهب كتير جدا، اللي بيلعب مزيكا واللي بيعمل ديزاين كويس جدا، والناس بتعمل PhD في الذكاء الاصطناعي في أحسن جامعات في أمريكا. فكنت بتعلم كتير. في أجابي شفت الناس إزاي بتدعم بعض. كولن لما بيطبخ كان بيطبخ للناس كلها في البيت تقريبا. كل يوم اتنين كان بيبقى عندنا family dinner، الناس كلها بتقعد وبناكل سوا ونتكلم. Okay, right now we have Monday family dinner. Whee! Yeah, it's gonna take that. Glad you're back. Oh, it looks more lit. ولأول مرة فعلا حسيت إن أنا في البيت بعد سنين كتير جدا من الغربة. صحيح شوية البيت غريب وممكن يفكرك بهاري بوتر، ولكن البيت كان فعلا دافي والناس كانت بتحب بعض. كنا بناكل سوا وبنحتفل بأعياد الميلاد سوا. وافتكرت قد ايه الموضوع كان مشابه للفترة اللي كنت أنا فيها في المكسيك، إلا إن المرة دي الناس دي كانت فعلا بجد. Where are we at now? We're deep in the simulation. This shit is P simulation equals 1. We're in San Francisco right now. P Dumps is in Agave. What are we doing? We're about to do some good shit, man. We said we're gonna build stuff and change the world. We're gonna build some big shit for the world. Yeah. بدأت أشتغل مع كولن على مشروع جديد، وكان اللي اشتروا منه الكيوب اسمهم روبو هارت. دي من أكبر الارت كارز اللي في بيرنينج مان. اشترت منه كيوب وكانت عايزاه في مكان جديد في اوكلاند، عشان هناك كانوا هيعملوا ايفنت من نوع جديد اسمه ريزيدنسي، وجايبين فنانين من انحاء مختلفه ومشاريع فنيه كبيره. بالفعل بدأنا ان احنا نركبه انا وكولن وهنري ابنه. المره دي كانت اسهل بكتير لان الكود كان اوريدي مكتوب، وكنا بس محتاجين ان احنا نغير شويه حاجات بسيطه. يوم الافتتاح انا كنت لابس الكوفيه، وحصل لي موقف انا مش هنساه ابدا. كنت قاعد على كرسي وقرب مني اتنين، وواحد منهم كلمني بالعربي وقال لي كيفك. افتكرته عربي في الاول، قلت له انت منين؟ ما ردش وفضل ان هو يعوم الموضوع، وبعد الكلمتين العربي اللي هو عارفهم بدأ يبان ان هو مش عربي، وعرفت هو منين. بصلي في وشي وقال لي احنا محتاجين ان احنا نقتلهم كلهم، كل الستات، كل الاطفال، كل الاشخاص اللي هناك محتاجين ان هم يموتوا. حاولت ان انا اسجله، بس أول ما شافني بسجل بالكاميرا سكت. What do you want to say? Just leave it. No, come on, bro. No, I want to know. Tell me. Bro, you're doing something wrong. كنت قاعد جنبي واحد رأس دلوقتي إسرائيلي، جه بيقول لي والله العظيم 3 الحاجات اللي أنا بشوفها مش عارف أفهمكم. وبعدها بدأ إن هو يتكلم مع صاحبه بالعبري ويشتموا فيا. في اللحظة دي أنا كنت في قمة الغضب، فبدأت إن أنا أشتمهم بالعربي بصوت عالي ومشي هما الاتنين. بس أنا كنت حاسس بكمية من القرف، ما كنتش عايز إن أنا أعيش في البلد دي خلاص، وكنت حاسس إن أنا عايز أرجع بلدي. كان ساعتها في اقتراح لوقف إطلاق النار، وكان في مظاهرات في الشارع، ونزلتها وكولن جه معايا. وصحيح أنا كنت بدأت إن أنا أعمل شوية فلوس من الفريلانسنج، واشتغلت مع كام ستارت اب وأنا في سان فرانسيسكو. كانوا محتاجين حد إن هم يبنوا لهم الابليكيشن بتاعهم، إلا إني كنت حاسس لسه بعدم الاستقرار. Today is the 25th of December 2023. 5 days before the year end. 6 days, technically, if you count New Year's Eve. The current state is I don't feel like I have succeeded. And I feel like I'm quite lost in life, both in the personal and the traditional sense. I can't see much progress nor success. So I hope that the upcoming year I'm going to be able to change this, because this year has been difficult. And what is going on right now, it's so fucked up. And the way that many people are just silent. I was expecting better from humans, but it's so disgusting.
كولن في يوم من الايام طلب مني ان انا اساعده في ان هم يظبطوا الاستوديو اللي تحت اللي هو كان في البيسمنت. كان عايز يحط فيه سبيكرز ويعزل الصوت عشان يخليه مكان الناس تقدر تلعب فيه مزيكا. نص البيت في اجابي دي جيز. كولن كان دي جي، جاستين خطيبته كانت دي جي. فكولن في يوم من الايام قال لي لو عايز ان انا اتعلم ممكن يعلمني، وفعلا بدات ان انا اتعلم منه. والاوضه اللي تحت بقت الدي جي روم، وكنت بتمرن فيها تقريبا كل يوم، وكانت نوع من الكريتيف اوتلت ليا، وكنت بلاقي مزيكا عربي ومكسها في السيتس بتاعتي. ولو عايزين تتابعوا انا هبقى انزل حاجات اكتر هتلاقوها على انستجرام. كان في مشكلة ان انا قلت للناس في مارفا اوبن ان انا هركن الفان بتاعتي لمدة شهر واحد بس، ولكن لان انا كنت هطول المدة بتاعتي طلبت منهم ان انا اطول شوية الوقت اللي انا هركن فيه الفان بتاعتي هناك. قالوا لي ممكن ان انا افضل راكنها هناك لحد اخر شهر ديسمبر، ولكن محتاج ان انا احركها قبل ما انزل مصر. بروفيسور دامستر جاي يزورني في اجابي وقال لي ان انا ممكن اركن الفان بتاعتي في المزرعة بتاعة اهله. بروفيسور دامستر كان عنده مصنع اللي بيصنعوا فيه الجوبس اللي هي الخيم بتاعت الشركة بتاعته اللي اتكلمت عنها في حلقة سابقة. فقال لي ان هو ممكن يسوق الفان بتاعتي من مارفا لحد المصنع ويقابله عند المصنع ونطلع على المزرعة بتاعت اهله. قال لي ان انا ممكن اقعد في المصنع عنده في سرير هناك ممكن ان انا انام فيه وبعديها اتحرك واخد الطيارة. ففعلا دي بقت الخطة بتاعتي. What did you guys have here? Were you? I said let's put you a fucking played- soccer net in here. Like we don't have anything in here. Because the fire marshal, you're not allowed to like sleep here. So I said, okay, well, when the fire marshal comes, just show room 2.3 because we're a housing company. So every time I go in my office, I have to do some exercise. So like if I come out to the bathroom or something, so what I'll do is I'll do either sit-ups or jump rope or pull-ups or like try some. Yeah, you know what? You're supposed to be doing push-ups anytime you come in my fucking office. This is where I used to, you know, fire people. So I turned down the vibe, you know. Shoops. So they're loading all these right now, and they will leave Friday, and then 3 of them are going to Terlingua. My title, CEO and Chief Designer. So yeah, you can plug this into solar or plug it into land connection. And I have these Persian carpets that I've always put down, but I don't know, just everywhere, probably for the last 10 years. Like maybe 5 or 6 offices, I all paint this color. You like it? Yeah, I like it. You like it? It's kind of giving serial killer. Yeah, that's what I'm going for. Vibes, Yeah, I'm yeah. going for. I hate Apple. Fuck, dude. Fuck Tim Cook. Scene. Professor. How many S's are in Professor? 2 S's, bro. How are you, Professor? Dude, I never would spell shit in class. Like if it was, you know, the Paleozoic like time period, I would just say. Let's see if that works. Accelerate. Or die. Or die. That's what we're doing, Habibi. وفي ظل ما كل ده بيحصل في الباك جراوند انا كنت عمال بعمل اديتنج للحلقة الثالثة اللي انا كنت بتكلم فيها عن الحادثة اللي حصلت في المكسيك والفلوس اللي اتسرقت، وانا نشرتها قبل ما انزل مصر. Okay, it's time to leave. أنا الوقت لك هنا الحال. Thank you, Professor Dempster. اوكي، النهارده يوم 28 يناير 2024. ناقص كام يوم وهركب الطيارة إن شاء الله يوم 1 فبراير يوم الخميس وراح مصر. بقالي كتير جدا منزلتش مصر، وحاجات كتير جدا اتغيرت في مصر في الفترة اللي فاتت، ففي مشاعر متضاربة. يعني في مشاعر بالحماس، أنا هشوف أهلي بعد سنين كتير جدا، أنا أقدر إن أنا يعني أزور الأماكن اللي أنا بحبها في بلدي لو لسه موجودة، أعيد على الناس، إن أنا أكون في وسطهم وقت رمضان، إن أنا أروح قبر أبويا. في حاجات كتير يعني نفسي إن أنا أعملها، وبقالي كتير جدا بحلم إن أنا أعملها. كان عندي مشاعر متضاربة، ما كنتش عارف أتوقع إيه بعد كمية السنين اللي أنا مروحتش. كنت حاسس إن أنا زي أحمد حلمي في فيلم عسل أسود وهو راجع مصر. ومايك واحد من الناس الجميلة جدا اللي كانت ساكنة في أجابي وصلني لحد المطار. Last video. Hey. Nice and safe travels. Love you. It's gonna work out. Hopefully, I love you too.
فنحن هنا في سان فرانسيسكو انترناشونال ايربورت، ذاهبين إلى مصر، وركبت الطيارة. وصلت أرض الوطن، وفي أول أسبوع ليا جات لي رسالة غير متوقعة من شخصية كنت أعرفها من سنين كتير جدا. بعتت لي رسالة على لينكدين إنها اتفرجت على الفيديو بتاعي، إنها حابة تتكلم معايا عن تريب أخويا over virtual coffee. فاكرة إن أنا في أمريكا. أنا اديتها أوفر أحسن من ده. قلت لها ليه ما نتكلمش بحقه حقيقي ون have actual coffee. ما كنتش متوقع إن المقابلة دي هتغير التجربة بتاعتي في مصر 180 درجة.